الوحيد الذي لم يأذن له الحسين إلى آخر لحظة بالقتال هو أبو الفضل أبدا. كل ما يقول له أخي سئمت الحياة ضاق صدري أريد أن آخذ بثأري من هؤلاء الظالمين، يقول له لا يا أبا الفضل، أنت تعبيرنا خط أحمر، أنت نفسي يا أبا الفضل. نعم أذن له بأن يأتي بالماء، قال له روح جيب المي. لما سمع أبو الفضل الأطفال والنساء يصرخون العطش العطش، قال له إن كان ولا بد فاذهب وأتي بالماء. العباس سلام الله عليه جاب الماء مرتين. المرة الأولى في 7 من شهر المحرم، ذهب هو وزهير بن القين ومسلم بن عوسجة ومعه 20 فارس و20 يعني راكب خيال، وجاءوا بالماء. لذلك عرفا اليوم 7 ينسب لأبي الفضل. بذاك اليوم أطلق عليه لقب، وهو لقب الساقي أو لقب ساقي العطاشة، وهو من أحب الألقاب لأبي الفضل. بالمرة الثانية الحسين لم يأذن له، قال له إن كان ولا بد فاذهب وأتنا بشيء من الماء لهؤلاء الأطفال. لذلك العباس لم يكن بحالة قتال، كان بحالة دفاع. دفاع عن ماذا؟ دفاع عن القربة من أجل أن يوصلها إلى المخيم. لذلك شو يقول الراوي؟ يقول العباس كان يقاتل فقطعت يمينه، أدري يعز عليك، ثم أخذ السيف بشماله فقطعت شماله. يقول فأخذ شنو؟ كل هم أن يوصل القربة إلى المخيم فاحتضنها بما تبقى من ذراعيه. يقول فضربوه ب3000 نبلة، سهم أصاب عينه، سهم أصاب نحره، سهم أصاب صدره،